بيبدأ الفيلم في قاعدة عسكرية للجيش الأمريكي وبالرائد دانيال، وبيكونوا بيبدأوا يومهم بشكل طبيعي وبيكونوا بيراقبوا كل التحركات اللي بتحصل في المناطق اللي تحت سيطرتهم. وفي مكان تاني بنشوف واحدة اسمها أوليفيا وهي مع ابنها وجوزها في البيت، وبنعرف وقتها إن أوليفيا بتشتغل موظفة في البيت الأبيض، وبسبب طبيعة شغلها ما بتقدرش تروح تودي ابنها للدكتور، وبتطلب من جوزها يوديه للدكتور وبيبقى يطمنها عليه باستمرار. وبنرجع تاني للرائد دانيال وزمايله اللي فجأة بيلاحظوا إن في صاروخ نووي عابر للقارات، وبيكون طاير فوق المحيط الهادي، والمشكلة إن الصاروخ ده مجهول الهوية ومش معروف مكان إطلاقه. ووقتها الكل بيفتكروا إن ده مجرد اختبار سري للجيش، وده لأن أنظمة الإنذار المبكر ما اشتغلتش ويدي التحذير بخطر. وفي الأول ما بيكونش واضح إذا كان ده اختبار ولا هجوم محتمل، ولكن بسرعة بيكتشفوا إن الصاروخ ده بيشكل تهديد حقيقي، ومش عارفين هل تم إطلاقه من البر ولا من البحر. ولكن مسار الصاروخ بيحدد إن في ضربة هتحصل على أراضي الولايات المتحدة، وإن الصاروخ متجه للأراضي الأمريكية وبالتحديد على ولاية شيكاغو. وبنروح لغرفة الأزمات في البيت الأبيض وبنشوف أوليفيا وهي بتوصل لمكتبها، وبتتفاجئ إن الأمور هناك متوترة جدا، وبيظهر إن كل الموظفين بيتابعوا موضوع إطلاق الصاروخ، وكله بيكون متوتر وقلقان. وبتفضل أوليفيا مع زمايلها يراقبوا التهديدات المحتملة، وبيحاول وقتها رئيسهم اللي اسمه ميلر إن هو يهديهم وبيقول لهم إن الصاروخ ده مجرد إطلاق تجريبي لقمر صناعي، ولكن حصل خطأ في الإجراءات ومحدش بلغهم إن الصاروخ ده خرج عن مساره المحدد. ولكن كلامه ما بيكونش كفاية علشان يطمنهم، خصوصا بعد ما بيعرفوا وقتها إن الصاروخ قدامه أقل من 18 دقيقة ويدمر ولاية شيكاغو بالكامل. وبيعرفوا كمان إن التقديرات بتقول إن في أكتر من 9 مليون شخص ممكن يموتوا. ووقتها بتعمل أوليفيا مكالمات فيديو مع كل قادة الجيش وبتعرفهم بكل التفاصيل اللي وصلت ليها. والغريب إن محدش فيهم بيكون عنده أي معلومة عن مصدر الصاروخ، وكل اللي بيتقال وقتها مجرد تخمينات مش أكتر. وبتضطر أوليفيا هي وزمايلها يعملوا اتصالات على مستوى العالم، وده علشان يعرفوا مصدر إطلاق الصاروخ. وساعتها الحكومة الروسية بتخلي مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخ، فبيخمنوا إن هو ممكن يكون جاي من الصين أو كوريا الشمالية، وإن أعدائهم اللي في الشرق الأوسط زي إيران وباكستان يكونوا ورا الهجوم ده. ولكن بيتفاجئوا إن مفيش أي معلومات بتأكد علاقة دول محددة بإطلاق الصاروخ. وفي اللحظة دي بتحصل حالة طوارئ في كل مكان في أمريكا، وبيفعلوا خطة الإخلاء لكل المسؤولين المهمين في البيت الأبيض وكمان في مقر وزارة الدفاع. ووسط اللي بيحصل ده بنلاحظ إن أوليفيا متوترة لأن ابنها تعبان وعنده الدكتور، فبتتصل بجوزها وبتطمن على ابنها، وساعتها جوزها بيقلق لما بيلاحظ إن هي متوترة. ولكن أوليفيا بترفض تقول له أي حاجة عن اللي بيحصل، وبتطمنه عليها وبتنهي المكالمة. ولكن بعدها دموعها بتنزل غصب عنها، وده لأن هي عارفة إن رد الحكومة الأمريكية في الحالات دي هيكون بالضرب النووي، وبالتالي تتعرض أمريكا لهجمات نووية مضادة. وبتكون أوليفيا خايفة على جوزها وابنها، ولكن بتمتلك أعصابها بسرعة وبترجع تكمل شغلها، خصوصا إن باقي أقل من 8 دقايق والصاروخ يضرب شيكاغو. وفي اللحظة دي بنشوف إن منصات الصواريخ في الكتيبة بتتفتح، وبيتم إطلاق صاروخين لاعتراض الصاروخ المجهول. وقتها الكل بيراقبوا الشاشات بخوف وقلق كبير، وبيتصدموا لما بيعرفوا إن الصاروخ الاعتراضي الأول فشل في ثبت الصاروخ، وده لأن الصاروخ بيتحرك بسرعة كبيرة. وساعتها أوليفيا بتحاول تطمن زميلها ديفيز وبتقوله إن الصاروخ التاني هيصيب الهدف، ولكن الصاروخ التاني بينفجر بعيد عن الصاروخ العابر للقارات. وهنا الكل بينهار وبيكونوا محبطين بسبب اللي حصل، لأن خلاص مفيش مفر من إن الصاروخ يضرب ولاية شيكاغو. وبنشوف وقتها الدموع في عيون جنود الكتيبة واللي بيكونوا قاعدين في أماكنهم ومستنيين الكارثة تحصل، لدرجة إن دانيال بيسيب مقر الكتيبة وبيخرج بره لأنه مش قادر يتحكم في أعصابه. وفي نفس الوقت ده بنشوف المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية في مؤتمر صحفي، وبتقول للصحفيين إن مفيش أي معلومات مؤكدة عن التهديدات المحتملة، وبتعرفهم إن الرئيس موجود في مكان آمن. وفجأة بتنتشر القوات الخاصة في المكان، وساعتها سكرتيرة الرئيس بتسأل واحد منهم عن اللي بيحصل، فبينصحها إن هي تهرب من المكان بسرعة. وفي الأثناء دي بنشوف مسؤولة في إدارة الطوارئ اسمها كاتي، وبتكون قلقانة بسبب اللي بيحصل، وبتفضل تتابع الموضوع باهتمام شديد، وبتتعصب لما بتعرف إن مفيش أي طريقة يدمروا بيها الصاروخ، ده غير إن هو لسه محدش عارف مين اللي ضربه أصلا. ولكن فجأة بتعرف إن هي لازم تنتقل لمخبأ حكومي لأن هي من الشخصيات الهامة. وبيظهر إن كاتي مش عايزة تمشي، وبيعرفها إن ده إجراء احترازي ولازم يتم، وبيطمنها إن هو يتولى مسؤولية المكان أثناء غيابها. وفي البيت الأبيض بيتم إجلاء ميلر رئيس أوليفيا لمكان آمن، وساعتها ميلر بيكلف أوليفيا بإن هي تتابع كل اللي بيحصل. ومع إن أوليفيا بتكون متوترة وشايفة إن دي مسؤولية كبيرة عليها، إلا إن ما بيكونش قدامها حل تاني.
فبتوافق، وبعدها بتبدأ أوليفيا تتواصل مع مسؤولين كبار في البيت الأبيض وبتعرفهم بالتفاصيل أول بأول. ووقتها زميلها ديفيز بيكون باين عليه القلق والتوتر، وبيخرج من المكتب وبيمسك تليفونه وبيتفرج على صور عيلته وكان هو بيودعهم. وبنروح لمقر العمليات القادة المركزية للجيش الأمريكي، وبنعرف إن المقر ده هو مركز إطلاق الصواريخ النووية. وساعتها بيوصل الجنرال أنتوني وبيعرف آخر تطورات الوضع، وبيؤمر فورا بإطلاق صاروخ اعتراضي على أمل إن الصاروخ ده يقدر يدمر الصاروخ اللي في الجو قبل ما يوصل لولاية شيكاغو. وبعد كده أنتوني بيحاول يتجنب استخدام أي سلاح نووي، وأثناء تفعيل أمر الإطلاق بيتواصل أنتوني مع وزير الدفاع شخصيا، واللي بيتصدم لما بيعرف إن ولاية شيكاغو بتتعرض لهجوم نووي، وده لأن بنته كارولين عايشة هناك. وبعدها بيتصل أنتوني بنائب مستشار الأمن القومي اللي اسمه جاك، واللي أول ما بيعرف اللي بيحصل بيروح على المخبأ الآمن بسرعة، وهناك بيطلب من زمايله يجمعوا أكبر قدر من المعلومات من أجهزة المخابرات المختلفة، ولكنهم بيلاقوا صعوبة في إنهم يعملوا كده، ده غير إن الإجراء ده هياخد وقت طويل. فبيقرر جيكي يتواصل مع مسؤول روسي رافع المستوى وبيسأله لو ليهم أي علاقة بالصاروخ، ولكن المسؤول الروسي بيأكد له إن هما ملهمش أي علاقة بالصاروخ ده، وبيهدد بالرد السريع في حالة استهداف الأراضي الروسية. فوقتها جيك بيكون محتار ومتوتر لأن هو مش موافق على إطلاق الصاروخ النووي، غير إن هو ما يعرفش مين اللي ضرب الصاروخ أصلا. فبيتصل بخبيرة شؤون كوريا الشمالية وفي وكالة الأمن القومي، واللي بيكون اسمها أنا، فبتبلغوا إن في احتمال إن كوريا الشمالية هي اللي تكون أطلقت الصاروخ، ولكن ده أمر غير مؤكد. وبتعرفوا إن في دول كتير عندها غواصات نووية منتشرة في كل مكان في المحيط الهادي. كل الغواصات دي محملة برؤوس نووية، وبالرغم من كل ده برضه بيكون جيك مصمم على عدم استخدام صواريخ نووية لأن المخاطر اللي هتحصل هتكون كبيرة، ولكنه بيكتشف إن في أعطال في الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، وده بيخلي عملية تحديد المسؤول عن إطلاق الصاروخ أمر صعب. فهنا جيك بيفهم إن هما بيتعرضوا لهجوم سيبراني، والهجوم ده اخترق شبكة الاتصالات بما فيها، وبالتالي بيفهم إن ورا الهجوم ده دولة كبيرة من أعدائهم. وفي اللحظة دي بيفشل آخر صاروخ في إصابة الهدف. فهنا أنتوني بيتصل بالرئيس الأمريكي شخصيا، واللي صورته ما بتكونش واضحة أثناء الاتصال، وبيكون ليه رمز متعارف عليه اسمه بوتوس. وساعتها أنتوني بيطلب الإذن من الرئيس إن هو يضرب جميع الأهداف المحتمل يكون ليها يد في الموضوع، وده قبل ما الدول توجه لهم ضربات تانية. وبيعرفوا إن هم خلاص حددوا الأهداف دي كلها، ومش فاضل غير تأكيد أمر إطلاق الصواريخ. ووقتها أنتوني بيكون شايف إن هم خلاص خسروا ولاية شيكاغو، وده مع إنه لسه قدامهم 4 دقايق. لكن الرئيس بيرفض كلام أنتوني وبيطلب منه يحدد الجهة المسؤولة عن الصاروخ، بس لأن هو اداله الأمر هيتسبب في حرب نووية شاملة. فبيتضايق أنتوني من كلام الرئيس الأمريكي لدرجة إنه بيقوم من مكانه وبيرفض يكمل المكالمة. ولكن وقتها جيك بيتواصل مع أنتوني وبيعرفوا إن هم قلقانين بسبب تحرك الغواصات الأمريكية في المحيط الهادي، ده غير كمان إن هم رصدوا طيارات شبحية بتطير في مكان قريب من مجالهم الجوي. فبالتالي هم كمان حركوا غواصاتهم النووية ناحية السواحل الأمريكية. وبيقول جيك إن هو اتفق مع رئيس الوزراء الروسي يسحب الغواصات اللي قربت من أمريكا، وده بيثبت صدق كلامه لأنهم كده ملهمش علاقة بالصاروخ. ولكن في المقابل رئيس الوزراء الروسي طلب منهم محدش يخترق مجالهم الجوي، وكمان ما ينفذوش أي ضربات نووية قريبة من أرضهم. وقتها جيك بيطلب من أنتوني يقول قراره النهائي، وفي اللحظة دي بيكون فاضل دقيقتين بس على انفجار الصاروخ. وهنا أنتوني بيكون أصدر أوامر باستعداد لاستخدام الرؤوس النووية، وبنشوف قائد الغواصة وهو بيدوس على زرار الاستعداد، وبعدها بيبلغ إن هو في انتظار رموز إطلاق الصواريخ. وإن أنتوني بيبدأ يشرح للرئيس الأمريكي إن هما لو ما نفذوش الضربة النووية هيكون موقفهم ضعيف قدام العالم، وبيعرفوا إن ده هيعتبر إعلان استسلام أمريكا قدام أعدائها في كل مكان في العالم. وبيقول أنتوني إن ما ينفعش اللي نفذ الهجمة دي يفلت من العقاب، وبينصحه يفعل رموز إطلاق الصواريخ النووية، وده لأن هو الوحيد اللي عنده السلطة. بينهي أنتوني كلامه وبيسأل الرئيس الأمريكي عن قراره الأخير، فبيطلب منه الرئيس الأمريكي يديله مهلة لمدة دقيقة واحدة. وهنا بنرجع بالزمن لورا قبل اكتشاف الصاروخ، وبنشوف الرئيس الأمريكي وهو بيحضر حدث رياضي مهم. وأول ما الحرس الشخصي بيعرفوا بأن في صاروخ بيتجه للأراضي الأمريكية بيتم سحب الرئيس فورا من المكان، وبيتحرك موكب الرئيس بأقصى سرعة لحد ما بيوصلوا للمطار. وهنا بيركب الرئيس الأمريكي طيارة رئاسية وبيطير في الجو. وقتها بيفضل يتابع اللي بيحصل مع أنتوني وجيك، وفي نفس الوقت ده وزير الدفاع الأمريكي بيكون في مكتبه وبيحاول يتصل ببنته اللي عايشة في ولاية شيكاغو، وبيرفض يمشي مع الحرس الشخصي قبل ما يكلمها. وللأسف لما بيكلمها بترفض تتكلم معاه، وبنعرف إن بنته مقاطعاه من فترة وعايشة لوحدها.
وساعتها بيحزن وزير الدفاع من تصرف بنته معاه، وبيقرر إن هو ينهي حياته، وفعلا بيرمي نفسه من فوق المبنى قبل ما يركب الطيارة. وبنرجع للرئيس الأمريكي وهو بيتصل بمراته علشان يطمن عليها، وبيظهر إن مرات الرئيس في رحلة لغابات أفريقيا، وبيكون واضح إن الرئيس الأمريكي متوتر وبيحاول يتكلم مع مراته علشان يهدي أعصابه، وكمان قبل ما يقول قراره النهائي. وبعد ما بينهي المكالمة بيتكلم مع الضابط المسؤول عن الحقيبة النووية واللي بيكون فيها جهاز إطلاق الصواريخ، ووقتها الضابط بيقول إن مفيش قدامهم غير اختيارين، وهو الاستسلام للأمر الواقع، واللي نفذ العملية دي ما ياخدش جزاؤه، أو إنهم يطلقوا الصواريخ النووية على كل أعدائهم في كل مكان، وده هيكون أفضل رد على ضرب ولاية شيكاغو. فهنا الرئيس الأمريكي بياخد قراره وبيطلع من جيبه رموز إطلاق الصواريخ وبيمليها للضابط. وطبعا معنى الكلام ده إن كل أعداء أمريكا اللي هينضربوا بالصواريخ النووية هيردوا هم كمان بالضرب. يعني كده هتكون حرب نووية هتقضي على الكوكب. وفي نفس اللحظة بنشوف كبار المسؤولين وهم بيجروا بسرعة علشان يستخبوا في الملاجئ. وبس كده بيخلص فيلمنا النهاردة. ولو عجبك الملخص ما تنساش تكتب لنا في الكومنتات، ما تنساش تحط لايك واشتراك في القناة. وبس كده، سلام يا صديقي.